يومكم سعيد. اليوم رح أشارك معاكم أحلى محشي مشكل. نعم، أنا رح أعمل محشي مصري مشكل غير شكل. وأتوقع سبب اكتسابي للنسيج المصري هو احترافي لف وحشي المحشي. خلونا نستمتع بالتحضير عشان نستمتع بالطعم. وأكيد أكيد المحشي المصري هو قنبلة من النكهات. وعلى فكرة أنا مستني تعليقاتكم وتقولوا لي هل طريقتي صح ولا غلط بتحضير المحشي المصري كوني مش مصرية أصلاً. خلونا نبلش بالوصفة والطريقة والمقادير مع بعضينا. في البداية عندي بصل، حوالي بصلتين كبار أو 3 من متوسطين الحجم، وواحد فلفل رومي أحمر. رح أحطهم في محضرة الطعام أو تفرموهم على إيدكم فرمة مش كتير ناعمة. وبعدين في القدر رح أحط لية خروف، دهن الخروف أو أي دهن عندكم إياه، يعني فيكم تستعملوه، بس الدهن الخروف بيعطيه طعم وليفل مختلف. حطيت عليهم معلقة زيت وخليت الدهن تسلي، شوفوا كيف كمية الدهن تضاعفت، ونزلت عليهم بالبصلة والفلفل الرومي المطحون. بقلب البصل شوي بالمادة الدهنية وبخليها تتشوح لغاية ما تدبل على المزبوط مزبوط وشوي تاخد لون ذهبي، يعني بس يتغير لونها وتدبل خلص هيك هي جاهزة. لأني أنا أشيل كمان القطع الدهن اللي زيادة، هي هيك ما قصرت وعملت الواجب وزيادة، عطتني الطعم وخلاص. وبعدين حأنزل بالتوابل. راح أستخدم توابل المحشي وهي بتكون موجودة عند العطار: فلفل أسود، كزبرة ناشفة، بابريكا، كمون، شوية قرفة، وبودرة بصل وبودرة ثوم. بشوح البهارات عشان تتعزز النكهة أكتر. وبعدين بحط عليها كيلو من الطماطم المعصورة بالخلاط بدون ما نقشرها بدون شي، وبحط عليها معلقة من معجون الطماطم اللي هي الصلصة، ومعلقة كبيرة من دبس الفليفلة. حنقلبها هيك شوي تقليبة. هذه الطماطم احنا بدنا اياها تتسبك، هي سر المحشي. طبعا إذا أنتوا بتحبوا المحشي مشطشط ومحرحر أضيفوا الشطة. هلأ بزبط الملح، هحط تقريبا معلقة ونص من الملح، الملح، وهحط معلقة صغيرة من السكر عشان الطماطم بتعمل حموضة شوي، فالسكر بيكسر حموضة الطماطم. وحسيبها تتسبك على نار هادية لغاية ما تصير بهذا القوام، قوامها متسبك ولونها رهيب. بحط عليها الخضرة اللي هي بقدونس وكزبرة وشبت مفرومة فرمة خشنة طازجة، وبحط عليها معلقة كبيرة من النعناع الناشف. لو ما عندك حطوا معلقة كبيرة من النعناع الأخضر مفروم. وهلأ بدبل الخضرة بحرارة الطماطم المسبكة، ولسه هون النار هادية ما طفيت الغاز. ححط ربع كوب من الزيت، وححط كيلو من الرز المصري قصير الحبة. بكون غسليته ومصفيته، ما بيحتاج نقع لأنه ما بننقع رز المحشي. وبقلب الرز بالخليط تبعي مزبوط لغاية ما تكون كل الرزات مغلفة بالتسبيكة الطماطم والحشوة تبعتي. وهيك صارت عندكم حشوة المحشي جاهزة وريدي تو ورك. أول إشي طبعا لفيت ورق عنب وبحط عليه التقل بالحلة، وبضيف عليه شوربة لحمة أو شوربة دجاج أو شوربة بط، أي مخلوق أنتوا عملتوه شوربة هو اللي حنستخدمه. وبتكون كمية الشوربة لغاية قبل آخر صف بالورق عنب. نفس الشي بالملفوف اللي هو الكرنب، بحط برضو، بس أنا بزيد شغلة إنه أنا بحط شطة بالكرنب، فأنا حدوب معلقة شطة حمراء وأضيفها للشوربة، ونفس الشي ححط كمية شوربة لغاية ما تنغمر، وححط تقل وأحطها على النار. وعندي المحشي المشكل التاني اللي هو بتنجان وكوسة وفليفلة خضرة، وبتسقوا فيها بتسقوا الشوربة، وما تحطوا كتير لأنه الخضار بتنز مي، يعني بتنزل مي أصلا، فإحنا ما بنحط كتير شوربة في تحضير المحشي. المحشي عنا إحنا بنكون فيه مرقة كتير، بس في مصر لا، بتكون ما في مرقة. وبس هاي شكلها. الرز مفلفل ورهيب، والطعمات بكل، يعني بكل المحشي رائعة. الكوسة والورق عنب والكله بيلمع وجميل وهيك، يعني صراحة أكلة يعني
لا يستطيع الإنسان أن يتخيل كم هي لذيذة. وهذا كل شيء لفيديو اليوم. بتمنى لو عجبتكم الوصفة واستمتعتوا بالمشاهدة ما تبخلوا علي بلايك، وكمان تقترحوا علي شو الأكلات اللي بتحبوا أشاركها معاكم. استودعتكم الله، حتى ألقاكم بفيديو جديد على خير، مع السلامة.